اوسخ واغرب محتوى ممكن تشوفه على السوشيال ميديا. قواعد الجواز ال14: 1. لو المشاكل زادت عن حدها ما تقولش انا هكمل عشان ولادي، كده انت هتغرق انت وولادك. يلا لايك واشتراك وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والناس تاخد بالها. مبدئيا كده الفيديوهات او المحتوى ده بينزل على كل المنصات على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، ومنتشر اكتر حاجه على الفيسبوك. طيب المحتوى ده مين اللي بيقدمه؟ بص يا عم، انت اول ما الفيديو هيظهر لك هتحس برعب، لانك بتشوف المنظر ده، واحده ولابسه على دماغها شكاره خيش. الاغرب بقى في الموضوع، وعلى الرغم من اللي بتقدم المحتوى واحده ست وبتشوف واحده ست، الا انك لما بتيجي تسمع الصوت وتركز فيه تلاقيه صوت راجل. اتجوزتي؟ رقصتي مع صحابك وتصورتي؟ انت متخيل انك بتتفرج على واحده ست ومش عارف لها ملامح من اصل من فصل، وفي نفس الوقت بتسمع صوت راجل؟ محتوى الصفحه دي او البيج ده بيتكلم عن ايه؟ بص يا سيدي، هو بيتكلم عن العلاقات العاطفيه، ازاي تخلي حبيبتك تحبك، ايه اللي بيحصل في شهر العسل، البنات بتودي فلوسها فين، ازاي تخلي حماتك تحبك. وممكن المحتوى ده الى حد ما ممكن يكون حلو، ولكن الجو المرعب او الفكره اللي بيدير بها المحتوى او بتدير بها المحتوى، ما تعرفش هو واحد ولا ست، للاسف مش هتستفاد منه حاجه. ليه بقى انا عامل الفيديو ده؟ لانك شئت ام ابيت هيظهر لك الفيديو ده على السوشيال ميديا، لان المحتوى ده بينتشر بسرعه وكده كده هيظهر لك، فعلشان كده انا عملت الفيديو من باب التوعيه. ابن علام، سلام.